هل تعرف لماذا تحول أنتوني من أغلى موهبة برازيلية إلى نكتة عالمية في كرة القدم؟ أنتوني، الموهبة البرازيلية التي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، تحول في لحظات إلى مادة للسخرية في كل مكان. أولاً، تلك اللفة الشهيرة التي دار فيها حول نفسه دون وجود خصم، ثم أضاع الكرة بطريقة عبثية. ثانياً، محاولته مراوغة مدافع لم يتحرك حتى، بينما أنتوني أنهى اللقطة بخسارة الكرة مجدداً. ثالثاً، في مباراة لم يسجل فيها بعد، قرر أن يظهر الرسالة المكتوبة تحت قميصه مبكراً، وكأنه يعلم أن الهدف لن يأتي. رابعاً، سجل هدفاً بعد طول انتظار، لكنه احتفل وكأنه حسم نهائي دوري الأبطال، واخترع رقصة النمر التي وصفت بالمحرجة. وأخيراً، في لقطة لا تنسى، دخل بديلاً ووجهه يفيض بالثقة، لكنه جعل الأمور أسوأ. لكن رغم كل السخرية، يقال الآن إن أنتوني يعيش نهضة حقيقية ويساهم في صعود ريال بيتيس إلى القمة. فهل يعيد النمر كتابة قصته، أم يبقى في ذاكرة الجماهير مجرد ميم؟